بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في حلقة جديدة في قناة تالا كرافت اند كروشيه. معاكم هاجر صالح. نبدأ حلقتنا بذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هنشتغل مع بعض النهاردة تصميم كوفية رجالي مقفولة، حلوة جدا وسهلة وبسيطة وكمان شكلها شيك. طبعا تقدري تغيري في الالوان زي ما انت حابة. التصميم بتاعنا النهاردة يمشي حريمي ويمشي رجالي حسب اختيار الالوان. هنشوف دلوقتي مع بعض الخامات والادوات اللي اشتغلنا بيها النهاردة. يا ريت لو بتشوفينا لاول مرة ما تنسيش تعملي اشتراك في القناة وتعملي لايك للفيديو لو الفيديو عجبك، وتسيبي لي رايك في الكومنتات. كمان لو انت مهتمة بالاعمال الفنية واليدوية وصناعة الاكسسوارات الهاند ميد تقدري تشتركي معانا في القناة التانية جوجل شانل. باذن الله تلاقيني سايبالك اللينك بتاعي في صندوق الوصف. هكون مبسوطة جدا بانضمامك هناك. تعالوا بقى نقول بسم الله ونبتدي شغلنا. ايه الخامات والادوات اللي هشتغل بيها النهارده؟ ان شاء الله انا هشتغل بخيط هيمالايا افري داي، وطبعا الالوان اختياريه بتختاري لون زي ما انت حابه. وهشتغل النهارده معاه بابره كروشيه مقاس 4.5، وعايزه ابره تنظيف وعايزه مقص. يلا نقول بسم الله ونبدا شغل. اول حاجه بقى بعملها ايه؟ ببتدي ان انا بعمل سلسله بدايه. سلسله البدايه دي تعتبر عرض الكوفيه كلها بلا عرض، يعني انا بشتغل سلسله طولها حوالي تقريبا من 170 سنتي ل 180 سنتي. انت ممكن تزودي او تقللي زي ما انت عايزه. هي الكوفيه بتاعتنا هتبقى مقفوله، فانا بفضل اشتغل عدد السلاسل دي لحد ما اوصل للعرض اللي انا محتاجاه السلسله دي، بحيث ان هو العدد بتاعنا يكون عدد زوجي. يعني انا عايزه اشتغل سلاسل عددها زوجي. تمام. انا عامله هنا كده عينه صغيره. انت بقى بتفضلي تشتغلي سلاسل 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 لحد ما بتوصلي اللي هو الطول الكوفيه زي ما انت عايزه. هقفل هنا كده بمنزلقه بقى في اخر غرزه. المفروض ان دي سلسله كبيره معايا طولها حوالي 170 سنتي. بقفل بغرزه منزلقه. احنا قلنا العدد معايا بيكون زوجي. بعد كده هطلع سلسلتين ارتفاع. تمام. وسلسلتين الارتفاع دول في السطر ده انا هعتبرهم مجرد ارتفاع، يعني مش هحسبهم معايا في العدد ولا اي حاجه، واشتغل جنبهم في نفس المكان هنا كده غرزه عمود. تمام كده. همشي على السطر كله بغرز عمود. كل غرزه بتقابلني هشتغل فيها غرزه عمود. ده كده اول سطر معايا بمشي فيه عادي خالص. كل غرزه سلسله بشتغل عليها غرزه عمود لحد ما اوصل لاخر الدايره بتاعتي اللي انا لسه قافلاها دلوقتي. يبقى احنا كده يعتبر عملنا المقاس او الدايره بتاعت الكوفيه كلها وقفلناها، وهنبتدي نشتغل الشغل بتاعنا كله في دايره مقفوله. يبقى انا كده كل غرز اللي عندي هشتغل على كل غرزه عمود واحده بس. اخلص السطر وارجع لكم. خلصت كده السطر الاول بنفس الطريقه. اشتغلت في كل غرزه قابلتني غرزه عمود. هنا كده هقفل بغرزه منزلقه في اول عمود بيقابلني في راس اول عمود. ماليش دعوه بسلاسل الارتفاع. هقفل بغرزه منزلقه في راس اول عمود. تمام كده. يبقى انا كده خلصت السطر الاول. السطر التاني هطلع 4 سلاسل ارتفاع. 1 2 3 4. الاربع سلاسل دول عباره عن ايه؟ الثلاث سلاسل الاولانيين بمثابه عمود معايا، اول عمود في السطر وبعد كده غرزه سلسله. في السطر اللي فات او السطر المقفول اللي مش بيكون فيه فراغات انا ما بعتبرش سلاسل الارتفاع معايا عمود، انا بعتبرهم مجرد ارتفاع وبشتغل جنبهم في نفس المكان غرزه عمود. لكن السطر الجديد او السطر اللي هشتغله دلوقتي ده سطر هيكون فيه فراغات، فانا بعتبر الثلاث سلاسل دول غرزه عمود وبعديهم وراهم غرزه سلسله. عشان كده ارتفعت في بدايه السطر باربع غرز سلاسل. يبقى انا كده عملت عمود غرزه سلسله قصاد غرزه السلسله. طبعا مش هشتغل هنا كده حاجه، وهسيب الفراغ اللي بعده ده قصاد غرزه السلسله. هاجي هنا الغرزه اللي بعدها واشتغل غرزه عمود. بعد كده هعمل غرزه سلسله. لما بسيب سلسله فوق بسيب قصادها تحت غرزه ما بشتغلش فيها حاجه وبروح رايحه في اللي بعدها. هعمل عمود بعدين غرزه سلسله، وقصاد غرزه السلسله بسيب غرزه تحت ما بشتغلش فيها حاجه عشان اكون فراغات. بعد كده في الغرزه اللي بعدها بشتغل غرزه عمود. يعني انا بعمل عمود سلسله عمود سلسله، وتحت غرزه بشتغل فيها وغرزه مش بشتغل فيها. دي كده فاضيه واللي بعدها هشتغل فيها بالشكل ده كده. ببتدي اكون الفراغات عندي بالشكل ده. غرزه سلسله فوق، والغرزه اللي فوق دي بسيب تحت قصادها غرزه مش بشتغل فيها حاجه، وفي اللي بعدها بعمل غرزه عمود، وبكمل لحد اخر السطر بنفس الطريقه بالشكل ده. اخلص السطر لحد الاخر ونرجع نكمل. خلصت السطر كده لحد الاخر، وده كده اخر عمود عندي في السطر، وبعديه برضو باخد غرزه سلسله والاقي هنا كده غرزه واحده قصاد غرزه السلسله. هقفل فين بقى؟ هقفل في ثالث سلسله من سلاسل الارتفاع. انا كنت بادئه باربع سلاسل، هقفل في السلسله رقم 3. 1 2 3 هقفل فيها
والغرزة الرابعة او السلسلة الرابعة دي اللي هي بمثابة الفراغ اللي بيكون عندي في السطر بالشكل ده كده. يبقى انا كده كونت الفراغات بتاعة السطر ده. السطر اللي بعده هيكون سطر مفيهوش فراغات، هيكون سطر مقفول زي اول سطر خالص. هطلع سلسلتين ارتفاع ومش بحسبهم معايا في العدد، وهاخد لفة على الابرة واشتغل اول عمود عندي في نفس المكان اللي انا طلعت فيه الارتفاع. بقى زي ما قلنا كده السطر المقفول اللي مفيهوش فراغات مش بحسب سلاسل الارتفاع حاجة عندي في العدد، هما مجرد ارتفاع، واول عمود بيكون عندي في السطر بيكون في نفس المكان اللي انا طلعت منه ارتفاع. والسطر ده كده هشتغل في كل غرزة بتقابلني غرزة عمود، يعني فوق العمود بشتغل عمود تمام، وعند السلسلة او تحت السلسلة بشتغل عمود اهو. انا كده فوق العمود عمود وتحت السلسلة عمود، يعني بملى كل الفراغات دي بشتغل فيها. فوق راس العمود بشتغل غرزة عمود، والفراغ اللي تحت السلسلة ده كده بشتغل عليه برضو عمود بالشكل ده كده. انا بقفل الفراغات دي كلها. هنا كده فوق العمود عمود، وعند السلسلة كده باجي من تحتها واشتغل برضو عمود. فوق العمود عمود برضو، تحت السلسلة غرزة عمود، وبشتغل السطر ده كده عمدان لحد اخر السطر. كل غرزة او كل مكان بيقابلني بشتغل فيه غرزة عمود لحد اخر السطر. خلصه ونرجع نكمل. هنا كده اشتغلت السطر لحد الاخر زي ما قلنا، في كل غرزة اشتغلت غرزة عمود، وهنا كده كان اخر عمود فوقيه عمود، والفراغ ده بتاع اخر سلسلة برضو هشتغل عليه غرزة عمود. انا كده خلصت السطر كله بغرز العمدان. هنا في السطر ده بقفل بغرزة منزلقة في راس اول عمود عندي في السطر. السطر ده بتجاهل فيه سلاسل الارتفاع، وبقفل بغرزة منزلقة في راس اول عمود عندي في السطر. السطر الجاي هيكون سطر فراغات زي ما عملنا في السطر رقم 2. هطلع 4 سلاسل ارتفاع، 1 2 3 4. الاربع سلاسل الثلاثة الاولانيين بمثابة عمود ووراهم غرزة سلسلة، وده هنا في السطر ده بعتبره عمود، يعني مش بشتغل في نفس المكان ده حاجة، لا هنا كده خلاص يعتبر في عمود. والسلسلة بسيب قصادها هنا كده غرزة، وبروح رايحة في الغرزة اللي بعدها واشتغل غرزة عمود. بعد كده باخد غرزة سلسلة فوق واسيب قصادها غرزة سلسلة تحت، وبعد كده بشتغل غرزة عمود علشان بكون فراغات. غرزة سلسلة فوق وبسيب قصادها غرزة سلسلة تحت، وفي الغرزة اللي بعدها بعمل غرزة عمود. سلسلة فوق بسيب قصادها غرزة سلسلة تحت، بعد كده بعمل عمود بالشكل ده كده. اكمل لحد اخر السطر غرزة سلسلة فوق بسيب قصادها غرزة سلسلة تحت، وبعد كده بعمل غرزة عمود. اكمل بنفس الطريقة لحد اخر السطر ونرجع نكمل. اشتغلت كده اخر عمود في السطر، وبعد كده برضو بعديه باخد غرزة سلسلة، هلاقي قصاده هنا كده غرزة طبعا اللي مش بشتغل فيها حاجة، وهنا بقفل في تالت غرزة من سلاسل الارتفاع، والغرزة رقم 4 اللي هي بتبقى بمثابة سلسلة عندي. ده كده كان سطر الفراغات. السطر اللي جاي او السطر اللي عليه الدور اللي هو السطر المقفول، السطر ده بطلع فيه سلسلتين بس ارتفاع، ومش بعتبرهم معايا عمود ولا حاجة في السطر، هما مجرد ارتفاع. باخد لفة على الابرة، واول غرزة عندي بتكون في نفس المكان اللي انا ارتفعت منه. دي كده اول غرزة عمود. بعد كده فوق السلسلة هنا بشتغل عمود، بعد كده فوق العمود بشتغل عمود، وهنا عند السلسلة بشتغل عمود، وبكمل فوق العمود عمود، وبرضو عند السلسلة من تحت كده بعمل غرزة عمود. هكمل السطر لحد الاخر بنفس الطريقة ونرجع نكمل. طيب ده الشكل معايا كده حتى الان، ودي الكوفيه الاساسيه اللي انا شغاله عليها او النموذج الاساسي اللي انا شغاله عليه. ودلوقتي يعتبر انا اشتغلت كام سطر؟ اشتغلت 5 سطور، 1 2 3 4 5 اللي هما فيهم 3 سطور مقفوله، وسطرين 2 من اللي هما فيهم فراغات. طيب انا دلوقتي هوقف على النمط ده وهبتدي هغير في النص كده بس حركه. هعمل ايه؟ هشتغل 5 سطور باعمده بنفس فكره الاعمده المقفوله كده. هفضل اشتغل 5 سطور بنفس فكره الاعمده المقفوله. انا هنا كده كنت بقفل بغرزه منزلقه في راس اول عمود عندي في السطر، وبطلع سلسلتين ارتفاع مش بحسبهم معايا في العدد حاجه. هعمل نفس الحاجه دي دلوقتي، هطلع سلسلتين ارتفاع مش هحسبهم معايا في العدد، وهبتدي ان انا هشتغل اول عمود في نفس المكان اللي انا طلعت منه الارتفاع، وهشتغل السطر كله بنفس الطريقه. كل غرزه هتقابلني هشتغل عليها غرزه عمود، يعني ده سطر عادي جدا كل غرزه بشتغل فوقيها غرزه. تمام.
بخلص السطر ده لحد الاخر وباجي هنا كده بروح قافله بغرزه منزلقه، وبكرر كمان بعد السطر ده 4 سطور كمان، يعني اجمالي السطور المقفوله 5 سطور. ماليش دعوه بالوحده الاساسيه اللي انا اشتغلتها دي اللي هي مكونه من 5 سطور، يبقى انا من السطر ده هعد السطر ده و4 سطور كمان مقفولين عمدان، هشتغل غرزه في كل غرزه بتقابلني غرزه عمود. خلصت انا السطور بتاعتي حتى الان بالشكل ده، والترتيب اللي مشيت بيه زي ما قلنا كده، السطر الاولاني او الوحده الاولانيه اشتغلناها مع بعض 5 سطور مكونه من سطر اعمده، سطر فراغات، سطر اعمده، سطر فراغات. دي كده كانت الوحده الاولانيه. واشتغلت بعد كده 5 سطور اعمده ثابته، عمود فوق كل عمود بدون اي فراغات. يعني انا كده عندي 5 سطور، ماليش دعوه بالسطر الخامس اللي هنا في المجموعه دي. وبعد كده اشتغلت 5 سطور مقفوله، 1 2 3 4 5. بعد كده رجعت كررت الوحده اللي كانت تحت تاني، اللي هي برضو مكونه من 5 سطور، سطر اعمده، سطر فراغات، سطر اعمده، سطر فراغات. فاهمين الفكره؟ يبقى انا عندي الجزئيه اللي في النص اللي هي فيها اعمده مقفوله بدون فراغات كام سطر، يعتبروا معايا 7 سطور، اللي هو اخر سطر في المجموعه اللي تحت واول سطر في المجموعه الجديده، وعندي في النص 5 سطور من الاعمده المقفوله. واضحه الفكره معاكم؟ انا دلوقتي كده يعتبر معايا 15 سطر، 1 2 3 4 5 المجموعه الاولانيه، 1 2 3 4 5 اللي هم المقفولين، بعد كده 1 2 3 4 5 اللي هي المجموعه الثانيه اللي على الحرف الثاني. ده الشكل معانا لحد دلوقتي كده. شكلها لذيذ وسهله جدا، يعني هي فكرتها كلها اعمده بس شكلها مختلف وشكلها لذيذ جدا في الشغل. دلوقتي بقى هعمل في الاخر كده يعني سطر او حاجه اختياريه يعني، بس انا بحب اقفل دايما الشغل بتاعي من الجنبين بغرز الحشو. انا كده خلاص هكتفي بالعدد ده من السطور، هطلع غرزه واحده ارتفاع، وهبتدي في مكان ما ارتفعت هشتغل غرزه حشو. كل غرزه بقى هتقابلني هشتغل عليها غرزه حشو. دي كده انا بقفل بس بيها الشغل عشان يبقى شكله كويس. هشتغل دايما يدور على السطر كله بغرز حشو لحد ما اوصل هنا واقفل بغرزه منزلقه، ومن الجنب التاني برضو هوصل خيط واشتغل على الجزئيه بتاعه بدايه السلسله بغرز الحشو. هتقفل لك شكل الكوفيه بتاعتك وتخلي شكلها كويس في التقفيل. من الجنبين هيكون نفس الشكل. دي كده النتيجه النهائيه. اخلصها ونرجع نشوف في الاخر. ده كده الشكل النهائي الكوفيه بتاعتنا بعد ما خلصت. هي سهله جدا، وزي ما قلت لكم كده التصميم ده ينفع ان هو يكون رجالي او حريمي حسب اختيار الالوان. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ويكون سهل وتقدروا تنفذوه باذن الله. لو الفيديو النهارده عجبكم تقدروا تعملوا لايك على الفيديو وتسيبوا لي رايكم في الكومنتات، ولو انت النهارده بتشوفينا لاول مره تقدري تعملي اشتراك في القناه عشان تتابعي معانا كل جديد باذن الله. اشوفكم على خير باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.